مشكلة. السؤال الأول، هل تحقيق الثراء بالنسبة لك الآن هدف ولا لا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل حددت المبلغ اللي أنت إذا وصلته سواء كان دخل شهري أو سنوي أو صافي ثروة تعتبر حققت هدفك ولا لا؟ هل في مبلغ محدد في بالك تبغى توصل له ولا لا؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، هل اخترت أسرع وسيلة للوصول لهذا الهدف؟ يعني على سبيل المثال أنت جالس مع نفسك تقول أوكي أنا عندي هدف إني أوصل مليون، لكن وش هي الوسيلة اللي ممكن أوصل فيها للمليون؟ الوسيلة اللي أنت تسويها بمنتهى السهولة، شيء أنت تقدر تسويه. على سبيل المثال أقول مثلا أنا والله أنا أبغى أحقق مليون ريال، لكني أبغى أحققها عن طريق أني أكون مستشار في شركة جوجل. كل شيء قابل للتحقيق، أي نعم، لكن في أشياء في نطاق قدرتي، في أشياء لا. هل أقدر أقول مثلا أبغى أكون أفضل لاعب كرة قدم في العالم وأنا الآن عمري 28 سنة ولا عمري دخلت نادي وما ألعب كورة من أيام الثانوي؟ مستحيل، ضرب من ضروب المستحيل. خليك واقعي يا ناصر، شوف وش الأشياء اللي أنت تقدر تسويها فعلا، شوف وش هي قدراتك الحقيقية. في ناس كثير بتجيني في التعليقات، ناصر ما أعرف وش قدراتي الحقيقية. تدري ليش؟ معليش مع احترامي لك يعني، لكن غالبا لأنك مضيع وقتك تلعب أو مع أخوياك أو طالع أو تتمشى. معليش، وين راح تطلع قدراتك إذا ما أعطيتها الفرصة أو المساحة الكافية أنها تطلع فيها؟ قدراتك راح تطلع إذا حطيت هدف وإذا اشتغلت يوميا، هنا القدرات تبرز.